السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش الأساور بطريقة زي العسل. هنعمل كام شكل كده جديد، حاجة كده جميلة خالص. دي المكسرات بتاعتنا، حطيت عليها معلقتين من العسل الخفيف وقلبتها كويس، وجبت ورقة الجلاش ودهنتها بالسمنة. احنا هنعمل كل ورقة من الجلاش بشكل مختلف، حاجات كده جميلة خالص وأشكال جديدة وجميلة، شكلها كده تحفة. بدل ما تشتري من الحلواني هتعمليها في البيت بأقل تكاليف. هتحطي المكسرات بعد ما دهنا ورقة الجلاش بالسمنة، هنحط المكسرات وهنلفها كده بطريقة عادية خالص. دي أول طريقة معانا. شايفة بالشكل ده أنا بلفها رول، وهبتدي أقطعها قطع صغيرة، يعني قراط واحد، وتقطعي هتبقى شكلها جميل خالص. هنعمل كمان المثلثات، يعني كلها حاجات جميلة خالص وشكلها وطعمها تحفة. بتحطي القطعة كده على طول، بتاكلي القطعة على طول في بقك بدل ما تقطعي وتوقعي والحاجات اللي احنا بنعملها دي. هنعمل كمان ورق الجلاش، هندهنها كويس بالسمنة بالشكل الجميل ده. سمنة بلدي هتفرق معاكي جدا في الطعم. اهم حاجة نوع السمنة بتاعك يكون كويس. ممكن تعملي بزبدة زي ما انت عايزة. انا هقطعها لنصين كده. ورقة الجلاش بعد ما دهنتها هعملها كده زي الحجاب، عارفة الحتة اللي يعني كل 4 قراريط كده، كل 4 صوابع هتقطعي قطعة الجلاش. هنعملها كده مثلثات، هتدهنيها وهنحط عليها المكسرات بتاعتنا. طبعا هتحطيهم كده، هتدهني دهنة من السمنة وتحطي معلقة من المكسرات، يعني مش معلقة كبيرة، قطعة كده عشان تعرفي تقفلي عليها الجلاش كده. تمام، شكل جميل وبسيط، وبصراحة أنا عاملة لكم أشكال تحفة النهاردة. شايفة هنعملها كلها مثلثات بالشكل ده. هتدهني قطعة الجلاش وتحطي عليها المكسرات، حاجات جميلة والطعم جميل جدا. بصراحة أنا شايفة أن الطريقة دي أحسن ما تعملي الصينية كلها على بعضها. كنا بنفرد الصينية كلها بالجلاش وبعد كده نقطعها، لا دي أشكال جميلة وجديدة، وكمان كده يعني ايه تفتح الشهية كده وتخليكي تاكلي. كلنا بنحب الحلويات. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بنفس الطريقة هقفل على الجلاش، على ورقة الجلاش كده، وخلاص انا كده خلصتهم. الشكل ده جميل جدا وبيطلع مورق معاكي عشان بتحطي سمنة كويسة، بتورق معاكي في السوا بعد ما تستوي. هناخد كمان ورقة من الجلاش. طبعا انا عايزاكي تتفرجي وتستمتعي بالخطوات اللي انا عاملاها، حاجات جميلة جدا. هنعمل مع بعض مثلثات الجلاش. بتلفيه رول وبتقطعيه كده زي المثلث كده. يعني انا هوريكي شكلها، بس الشكل ده وربة كده. ممكن تكبري القطع شوية، بس انا شايفة ان كده جميل خالص. شايفين الحاجات الحلوة دي؟ كل قطعة من الجلاش هنعملها بشكل مختلف. هنا المكشكشة
هناخد ورقة الجلاش. فاكرين المروحة اللي كنا بنعملها مع بعض زمان؟ هتاخديها. هنعمل بقى البونبونات زي البونبوناية كده. هتدهني الجلاش بالسمنة برضو. شايفة المنظر جميل جدا. لا ديت ده قارب الجلاش، وحطينا فيه مكسرات. شايفين شكله جميل جدا. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ بتضميها على بعض كده وتحطي جواها المكسرات. شايفة شكلها تحفة. هنعمل برضو شكل كمان، طريقة سهلة وبسيطة وحاجات كده. كل سنة وانتي طيبة عشان رمضان. هنلف دي كده، هنعمل أساور الجلاش. هتعمليها ممكن تقسمي القطعة نصين، ممكن تعمليها على بعضها. شايفة بالشكل ده، وهتلفيها. دي وردات الجلاش أو أساور الجلاش. شايفة بالشكل ده، وتحطي جواها كده مكسرات جميلة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهم حاجة بتلفي الجلاش بتاعك بحاجة كويسة، أو بتاخدي ورقة الجلاش وتلفيه تاني بفوطة، أو بتلفيه بورقة الجلاش اللي انتي كنتي واخداها منها. هنا هتحطي بقى انتي بقى بتشوفي اي حاجة بتعملي عليها اللفة دي. جزء من الشماعة قديمة كانت عندي، خدتها وغسلتها عشان استعملها في الجلاش بالطريقة دي. انتي بتلفيها وتكشكشيها كده وتحطيها زي ما هي، وبعد كده بتقطعيها. هعمل لكم واحدة كمان برضو المكشكشة او المروحة دي. هنعملها بونبونات الجلاش زي البونبوناية كده. بتقطعيها وبتحطي كل جزء فيها زي ما انت شايفة. انا بقسم المكسرات لقطع، وهتقفلي عليها بالشكل ده وهتلفيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، هتلفيها بالطريقة دي وهتقطعي هتقفلي عليها كده من الجنبين. شايفة بالشكل الجميل ده؟ جميلة خالص. ممكن تصغريها شوية يبقى شكلها احلى. شايفة جميلة ازاي؟ يا جماله، ايه الجمال ده! حاجات جميلة خالص. يا سيدي يا سيدي، هنعمل احلى جلاش مع بعض النهاردة. هنعمل مع بعض برضو طريقة تانية. هنلفها كده بعد ما تدهني. اهم حاجة في توريقة الجلاش السمنة. هتلفيها كده وتسيبي الجزء الاخير ده. شايفة دي بقى اساور الجلاش. ممكن بقى تحطي في النص كريم شانتيه بعد ما يستوي. انا حطيت مكسرات. طرق جميلة خالص. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وكل سنة نبقى متجمعين ان شاء الله يا رب بإذن الله، ونعمل مع بعض احلى اصناف واحلى حلويات. كل حاجة انا هعملها لكم تاني اهي. دي جميلة خالص، طريقة جميلة. شايفة بالشكل ده؟ انتي بقى زي ما انتي عايزة تحطي المكسرات، تحطي كريم شانتيه، تحطي نوتيلا، زي ما انتي عايزة. انا هقسم الجزء ده كده نصين وهعملها اساور الجلاش بس صغيرة شوية. اهم حاجة زي ما اتفقنا ندهن السمنة، يعني ندهن الجلاش بتاعنا بالسمنة بطريقة كويسة كده عشان تورق معاكي وتبقى جميلة. هلفها بنفس الشكل ده، وهتبقى اساور الجلاش صغيرة وجميلة خالص. يبقى عندك حجمين زي ما انت عايزة بقى اعملي.
ودي برضو هتبقى بنفس الطريقة. انا ما حشيتهاش من جوه عشان هتحطي زي ما اتفقنا مكسرات او كريم شانتيه نوتيلا اللي انت عايزاه. انا حطيت مكسرات. شايفين الجمال ده؟ هتدهني بقى الوش كده بالسمنة قبل ما تدخليها الفرن. شايفة اساور الجلاش جميلة خالص، والبونبونات حاجات كده عسل، والقارب الصغنن الجميل ده، وحطينا فيه مكسرات ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات كده زي السكر. هتطلع معانا بقى بالشكل الجميل يعني اللي هتشوفوه دلوقتي. هتعملي الشربات بتاعك كوبايتين سكر وكوباية مية، هتعصري عصرة ليمونة وكيس او نص معلقة من الفانيليا. شايفة بقى الجمال ده؟ الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكلهم تحفة. شايفة الجمال ده؟ هتجيبي بقى العسل بتاعك بعد ما يبرد، هتحطي على الجلاش وانتي مطلعاه كده سخن. شايفة الجمال ده؟ العسل بتاعنا خفيف بارد. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.